تحياتي لكم متابعينا الأعزاء، والله يحفظكم بحق محمد وآل محمد، وكل عام وانتم بألف خير بمناسبة عيد الفطر المبارك. اليوم حبيت أوضح لكم بعض المواضيع عن تربية الطيور. أولها استخدام الرز التمن خلطة الأكل، لأن أنا استخدمت الرز يستخدم بكمية قليلة، يعني على الخلطة مال الأكل نقول كل 10 كيلوات كيلو واحد، إذا أكثر يصير مضر، إذا أكثر يصير مضر للطيور. يعني بالفترة الأخيرة استخدمت التمن بكثرة ولاحظت مضار إلى على الطيور، يعني قلت أخلي كمية كبيرة من التمن، يعني التمن اليابس غير مطبوخ ويا الخلطة، فصرت مضار على الطيور، يعني بعض الأمراض ظهرت على الطيور. وسألت أحد الأطباء البيطريين على الأمراض اللي صارت من الطيور، فرأسا سبحان الله سألني قال لي فما تطيهن تمن، خاصة إذا التمن وخاصة إذا التمن مطبوخ، يعني مال الأكل يعني بيدهن، وهذا مضر كلش على الطيور. فإذا تستخدم تمن وخاصة إذا تمن مطبوخ مضر جدا. المهم إذا اضطرينا نستخدم التمن فاستخدم كمية قليلة، كيلو واحد على كل 10 كيلوات، كيلو واحد من التمن اليابس النظيف يعني الغير قديم ومكلف، استخدم كيلو واحد على 10 كيلوات، لأن إذا أكثر مضر. اكو بعض الاشخاص يعني احتمال يقتبس تمن اذا اكو نوعيات تمن رخيص سعرها، فهذا مضر جدا. انصحكم اعزائي المتابعين فاطمه انصحكم اعزائي المتابعين تبتعدون عن استخدام التمن. يعني استخدام التمن بكثره مضر جدا للطيور. وانا شارح لكم عن خلطه اكل الصيف، استخدام الدخين، الإذرة البيضاء، يعني بالنسبة للكمية الأساسية الدخن والإذرة البيضاء بالصيف، والحبوب الأخرى بكميات معينة، يعني الماش، برطمان، قرمط. والإذا اضطريت أخلي حنطة هم كمية قليلة، هم كيلو واحد على 10 كيلوات. وأركز بالصيف على الدخن والإذرة البيضاء، لأن الحبوب باردة ومفيدة للطيور. شيء ثاني فصل الصيف المي النظيف، وأحاول أستخدم خل التفاح بين يومين 3 أضيف يعني على المي فد 3 سيسة على اللتر، لأن منشط للدورة الدموية، يضر بالجسم وفوائد جدا كبيرة. والاستمرار بالنظافة الدائمة في فصل الصيف، يعني فصل الصيف هو بأمراض، يعني الأوساخ تجلب الحشرات، البق، البعوض اللي يسبب مرض الجدري والأمراض الطيور. فأحاول نظافة البرج بشكل دائمي، والأكل النظيف بإذن الله تعالى. أحباء المتابعين، ننصح بعدم استخدام الأكل المطبوخ، يعني التمن والغير تمن، لأن مضر جدا للطيور، خاصة إذا بدهنيات، يعني زيوت إذا بدهن زيوت نباتية مضر جدا للطيور. فالابتعاد عن الأكل، استخدام الخلطات الأكل النظيفة، الحبوب الجيدة، خاصة في فصل الصيف. وتحياتي لكم متابعينا الأعزاء، وعيد مبارك عليكم، والله يحفظكم بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين. يوم آخر أيام العيد إن شاء الله يعود عليكم بالصحة والسلامة بجاه محمد وآل محمد.
حبايبنا الأعزاء، نرجو منكم دعم القناة باللايكات ومشاركة الفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي حتى تعمل فائدة، ودعم القناة قناتكم منكم وإليكم، والله يحفظكم بحق محمد وآل محمد، وعيد مبارك عليكم بحق محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين. تحياتي لكم والله يحفظكم بحق محمد وآل محمد.